السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة شيرنولوجي. النهاردة إن شاء الله أنا جايب لك فيديو هو خلاصة البيلدينج اوتوميشن والسمارت هوم. الفيديو ده هيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة والإجابات اللي من خلالها تقدر تبني تصور كامل يعني إيه بيلدينج اوتوميشن ويعني إيه سمارت هوم، ولو أنت عايز تخش في المجال ده تقدر تقرر بعد الفيديو ده أنت المجال ده حبه ولا لا، إيه هي الحاجات اللي أنت المفروض تعرفها عشان تخش المجال ده. الفيديو ده حقيقي هيبقى زتونة وملخص ليك مش هتلاقيه في أي حتة إن شاء الله. السؤال الاولاني معانا يعني ايه بيلدينج اوتوميشن وسمارت سيستم؟ البيلدينج اوتوميشن والسمارت سيستم ده اللي انا اقدر من خلاله اعمل تحكم لكل حاجه موجوده عندي في المبنى، سواء من كنترول روم كمبيوتر بيكون موجود في غرفه التحكم الرئيسيه، او من خلال شاشات بتبقى متوزعه حوالين المبنى او داخل المبنى، وكل شاشه بتبقى مسؤوله عن فانكشنز معينه للاريا اللي هي موجوده فيها، او من خلال الموبايل ابلكيشن، او من خلال يعني من خلال شاشات بتبقى موجوده برضو داخل المنزل عندي، او استخدام الموبايل اللي انا اقدر اتحكم في كل حاجه موجوده عندي في المنزل من اي مكان في العالم. ده ببساطه يعني ايه بيلدينج اوتوميشن وسمارت سيستم. وده ياخدنا للسؤال رقم 2 معانا، ايه هي الفانكشنز اللي انا اقدر اتحكم فيها في البيلدينج اوتوميشن او السمارت هوم عندي؟ ببساطه جدا التكييفات، الاناره، الستائر والشاترز عندي، الاوامر الصوتيه، لو انا عايز اقدر اعمل سكادول، عايز اعمل سيناريوهات تبقى موجوده في المنزل، اقدر اتحكم في السخانات، لو انا عايز اربط عليها كاميرات مراقبه، عايز اربط عليها انتركام، حاجات كتير كل يوم والتاني بتطلع لنا جيت واي بتتربط. مثلا لو سيستم عندي مش سمارت بيطلع لي جيت واي تربط لي السيستم اللي مش سمارت ده عندي على السمارت سيستم او البيلدينج اوتوميشن. ده السؤال رقم 1 والسؤال رقم 2 معانا. نخش بقى على السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 معانا، ايه هي التكنولوجيز المستخدمه في البيلدينج اوتوميشن والسمارت هوم؟ خليني اول حاجه كده امسك لك السمارت هوم. السمارت هوم مصطلح من خلاله كده احنا بنتكلم على الحاجات اللي ليها علاقه بالشقق، الفلل، القصور، ده كده احنا بنتكلم على سمارت هوم. طيب السمارت هوم عندنا فيه تو سيستمز رئيسيين مفيش غيرهم، يا اما وايرد يا اما وايرلس. الوايرلس احنا لما بنيجي نتكلم على وايرلس بنتكلم على حاجه اسمها اوبن سورس او كلوزد سورس. الاوبن سورس دي حاجه زي الواي فاي، زي الزيجبي، زي الزي ويف. الزيجبي والزي ويف ده انا كنت عملت لهم فيديو بشرح يعني ايه البروتوكول بتاع الزيجبي والزي ويف عندي على القناه. الثلاث حاجات دول اللي هم الزي ويف والواي فاي والزيجبي دول حاجات اسمهم اوبن سورس. دي حاجه بروتوكولز بتبقى مش حكر على شركه معينه، دي اسوسيشن كده زي الكين اكس اسوسيشن، مش حكر على شركه معينه. اقدر شركه من اكس وشركه من واي وشركه من زد تقدر تعمل الاجهزه بتاعتها بيزد على البروتوكول ده. فمجموعه كبيره جدا من الشركات تقدر ان هي تعمل السيستم بتاعها بيزد على الزيجبي، الزي ويف، الواي فاي. طب الكلوز بروتوكول ده بيبقى بروتوكول مثلا بيبقى ليه ترددات معينه خاص بانتاج شركه معينه، الشركه دي مفيش حد غيرها هو اللي بيعمل البروتوكول ده او هو اللي بيعمل السيستم اللي شغال بالتردد ده. الشركات دي هي اللي بتبقى مسؤولة عن تطوير البروتوكول بتاعها والصيانة بتاعته، مفيش أي شركة تانية بتبقى مسؤولة عنه غيرها، بتبقى عاملة عنه شبه كده براءة اختراع. فاحنا كده هنا عندنا في السمارت هوم قبل ما ننتقل منها عندنا حاجه اسمها اوبن سورس وكلوزد سورس. والاوبن سورس دي اللي انا قلت لك عليهم الثلاث حاجات، الواي فاي والزيجبي والزي ويف. والكلوزد سورس ده بيبقى بروتوكول خاص بالشركه المصنعه للاجهزه. طيب بعد كده تعال نخش ننتقل على انظمه الوايرد برضو داخل السمارت هوم، ودي من اشهرها سيستم الكين اكس اللي احنا عملنا له فيديوهات كتير عندنا على القناه، وعملنا كورس ازاي انت بتتعلم في الكورس ده عندنا على الشانل على اليوتيوب كل حاجه ليها علاقه بالكين اكس لحد دراسه المشاريع، وان انت ازاي تبقى مؤهل ان انت تدرس مشروع بالكامل. يعني ان شاء الله يبقى اكبر محتوى عربي بيتكلم على الكين اكس. غير كده كمان احنا كنا بنعمل له كورسات للشركات الستارت اب، وبنعمل برضو دعم لمشاريع التخرج للبروتوكول بتاع الكين اكس. والكين اكس ده بروتوكول بيبقى وايرد، في منه واي فاي، في منه ار اف، بيبقى في منه ار اف، ده سيستم مختلف يعني. بس الاغلب الاصطلاحا اللي الناس معظمها كلها عارفاه ان الكين اكس هو سيستم وايرد. طيب النقطة رقم 2 معانا في نفس السؤال، التكنولوجيات الخاصة بالبيلدينج اوتوميشن. البيلدينج اوتوميشن من خلال الاسم برضو كده انا بتحكم في مباني كبيرة زي المستشفيات، زي المباني الإدارية، زي المولات. بيبقى مبنى كامل كبير ويبقى عندي غرفة كنترول رئيسية موجودة، او اللي زي ما بنقول عليها الكنترول روم موجودة، بيبقى فيها مجموعة من الكمبيوترز دي بتتحكم في الفانكشنز اللي موجودة في المنزل، موجودة في المبنى بالكامل. طب الكمبيوترز دي او السيستمز اللي بتبقى موجودة عندي دي بتبقى
بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن سيستم اسمه بيلدينج مانجمنت سيستم او بيلدينج اوتوميشن سيستم اللي هو البي ام اس او البي اس. على سبيل المثال البي ام اس ممكن يكون بيتحكم عندي في التكييفات، الكي ان اكس ممكن يكون بيتحكم عندي في الانارات والستائر، عندي مثلا حاجات تانية بتتحكم في الاكسس كنترول، عندي حاجات ثالثه بتتحكم في كاميرات المراقبه. وكل الحاجات اللي فاتت دي عندي بيبقى ليها بروتوكول معينه هي بتتكلم بيه. يعني مثلا احنا عندنا البي ام اس بتتكلم بحاجه اسمها باك نت مود باص او لون توك، الثلاث لغات دول. الكي ان اكس بيتكلم بالكي ان اكس بروتوكول بتاعه، الاجهزه اللي شغاله كي ان اكس بتتكلم بالبروتوكول بتاع الكي ان اكس. عندي حاجات تانية بتتكلم بروتوكولات تانية. طب الحاجات دي ازاي نقدر اربطها عندي على سيستم واحد واقدر اتعامل تحكم فيها؟ من خلال ان كل بروتوكول من دول بيبقى جاي معاه جيت واي او بنجيب معاه جيت واي. الجيت واي دي بتحول من اللغه اللي انا بستخدم او اللي انا مثلا بتكلم بيها او السيستم ده بيتكلم بيه للغه اللي البي ام اس بيتكلم بيها. طبعا البي ام اس هو عندي السيستم الرئيسي اللي موجود عندي في المبنى بالكامل، ولازم انا اجيب الاجهزه عندي او الجيت ويز مثلا سواء شغاله باك نت او مود بوس او لون توك على حسب البي ام اس اللي موجود عندي شغال على اني لغه من الثلاثه. والجيت ويز دي شبيهه بمثلا حاجه زي الترانسليتور كده، بتحول لي من اللغه دي للغه دي. طبعا الجيت ويز دي مفيش غنى عنها في اي مشروع كوميرشال اللي احنا بنقول عليها المشاريع الكبيره، لان احنا عندنا بيبقى في اكتر من بروتوكول مستخدمين مع بعض وكل بروتوكول ليه مميزات عن التاني. فمن خلال البي ام اس بقدر اعمل تجميع الانظمه دي كلها مع بعضيها عشان اقدر تسهل عليا فكره ان انا الفانكشن. يعني مثلا البي ام اس من اشهر الحاجات اللي هو بيعملها، او اي مشروع كوميرشال هتلاقي فيه مثلا بي ام اس هو مينلي بيتحكم في التكييفات. الانارات والستائر يبقى الكي ان اكس ممكن يبقى افضل في التحكم فيها، اسهل في التحكم فيها. فعشان كده احنا بنشوف كام بروتوكول موجودين عندي في المشروع بالكامل، وبعد كده بربطهم عندي على سيستم البي ام اس. لو انت عايز تبدا في المجال ده ايه هي النصايح اللي انا ممكن اقدمها لك؟ ده السؤال رقم 4 معانا، والحقيقه اجابه السؤال ده هتتلخص معانا في 7 نقاط اتمنى ان انت تركز فيهم كويس جدا. اول حاجه معانا لازم تعرف ايه هي الشركات والبراندات والبروتوكولات اللي شغاله عندك في البلد. يعني من خلال شويه سيرش مثلا على جوجل، على الفيسبوك، على لينكد ان، وطبيعي انت لازم تهتم باكونت لينكد ان بتاعك كويس جدا. من خلال شويه السيرش دول هتعرف شركات بروتوكولات، يعني هتحطك على اول المجال. هيبقى عندك تصور السيستم والبروتوكول والنظام ده رايح لانهي مدى عندك في البلد اللي انت فيها، هل عليه اقبال ولا ما عليهوش اقبال. يعني ان شاء الله هتبقى موفق في السيرش ده. مثلا يعني مثلا احنا في مصر مثلا هوم اوتوميشن ان ايجيبت، مثلا في جروبات تانية بتتكلم على البيلدينج اوتوميشن. لو سيرش على البيلدينج اوتوميشن هتلاقي ان شاء الله يعني. وطبعا البيلدينج اوتوميشن دي حاجه لا غنى عنها في اي مشاريع كبيره، يعني سواء بقى في الشرق الاوسط سواء في اوروبا في اي مكان في العالم البيلدينج اوتوميشن ده لا غنى. النقطه رقم 2 معانا لازم تعرف تقرا الرسومات المعماريه او المخططات الكهربائيه اللي تجيلك. ليه؟ لان وارد جدا ان عميل يجي يبعت لك مثلا يقول لك انا عندي، لو انت شغال في شركه يجي يتصل بالشركه انا عندي سمارت هوم، فالشركه تبتدي توصل العميل بيك. العميل ممكن يقول لك انا عندي مخططات كهربائيه، اتفضل المخططات الكهربائيه ومفضل المخططات المعماريه واعمل لي عليها ديزاين. فلو انت مش عارف تقرا المخطط الكهربائي او المخطط المعماري اللي بيوصف المشروع اللي قدامك دي هتبقى مشكله بالنسبه لك. ليه؟ لان على كل مثلا مكان الغرفه مثلا لو هي غرفه نوم رئيسيه هيبقى مثلا ليها حاجات معينه بتخلي بالك منها. لو مثلا ده مثلا يعني مطبخ هيبقى فيه حاجات معينه، مخزن هيبقى فيه حاجات برضو معينه. فانت لازم تبقى يعني عندك درايه كده ان انا ايه مثلا بيولوجيك كده لما اجي عندي مشروع معين اقدر افهم المشروع. النقطة رقم 3 معانا، أنا بصراحة كأحمد بحبذ إن لو أي حد واخد كورس توزيع كهربي، لأن كورس التوزيع الكهربي ده هيفيدك في حاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولانية إن أنت تقدر تقرا المخططات الكهربائية كويس جدا وتقدر تشتغل على الرسومات بتاعة المخططات الكهربائية كويس جدا. الحاجة التانية إن هو ممكن يفتح لك مجالات شغل أخرى في شركات المقاولات ومكاتب التصميم الهندسي، لأن كورس الديستريبيوشن أو كورس التوزيع الكهربي أنت بتاخد فيه مجموعة حاجات كتير جدا غير إن أنت تبقى فاهم الرسومات الكهربائيه كويس او ان انت تعرف تقرا الرسومات الكهربائيه. لا، هتخش في حاجات ليها علاقه باللايتنج وتخش في حاجات ليها علاقه بالشغل ذات نفسه على الاوتوكاد. فانا بصراحه كاحمد بحبذ دي، وممكن تبقى دي نصيحه، ممكن تتفق ممكن تختلف، دي وجهه نظرك. الحاجه الرابعه معانا لو انت عايز تبدا في الكين اكس هتلاقي عندنا على الشانل على اليوتيوب اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي كورس ان شاء الله هيكون من اقوى الكورسات اللي بتتكلم على مجال الكين اكس. احنا بدانا في الاساس خالص ان احنا نعرفك يعني ايه كين اكس ويعني ايه اجهزه كين اكس، وتطرقنا شويه كده لشويه معلومات تكنيكال ليها علاقه بالاجهزه والوايرنج بتاعها. بعد كده تطرقنا للبروجرامنج، وان شاء الله احنا مكملين في الكورس ده لحد ما يبقى اكبر محتوى عربي بيتكلم على الكين اكس. زي ما انا قلت لكم
من شويه، وبتتطرق كمان في اخر الكورس خالص لحد دراسه المشاريع، ان انت تبقى تخرج من الكورس ده ان شاء الله عندك ادراك كامل بالكي ان اكس وبقى بالاجهزه والتكنولوجيات اللي بتطلع في الكي ان اكس والجيت ويز المختلفه. يعني سلسله فيديو ان شاء الله مكمله ومطوله معانا، تقدر من خلالها ان شاء الله لو انت ماسك اي مشروع تقدر من خلاله تعمل دراسه كامله للمشروع. بعد كده النقطة رقم 5 في الكورسات اللي انت محتاج تاخدها او النصايح اللي انت محتاج تاخدها لو انت عايز تكمل في الكي ان اكس، خد الكورس بتاع فيوتشر اسيمز. ده موقع فيوتشر اسيمز ده هتلاقيه سايبه لك في الديسكريبشن في مربع الوصف في اليوتيوب. الكورس بتاع فيوتشر اسيمز ده في كورس فور فري مجاني، هتلاقيه مفيد جدا، هيساعدك وبطريقه فظيعه جدا وعن تجربه ان هو يحطك على اول المجال بتاع الكي ان اكس. بعد كده عندك الكورس بتاع الاي كامبس اللي موجود على موقع الكي ان اكس اسوسيشن. اول ما تعمل تسجيل على موقع الكي ان اكس اسوسيشن بتخش على الكورس بتاع الاي كامبس بتلاقيه فور فري موجود عندك على الويب سايت. بعد كده رقم 7 معانا الكورس بتاع البريبرتري اللي موجود على موقع تيك بوكس وعلى موجود على موقع كي ان اكس زون. الكورسات دي كلها فور فري تقدر تجوين فيها في اي وقت، والكورسات دي ان شاء الله هتبقى مفيده جدا معاك. ده كان يعني نظره سريعه كده او ملخص سريع على النصايح اللي انا ممكن اقدمها لك لو انت عايز تخش في مجال البيلدينج اوتوميشن والسمارت هوم. السؤال رقم 6 معانا ايه هي اشهر البراندات اللي شغاله في الكي ان اكس؟ عندك هاجر، عندك شنايدر، عندك اي بي بي، عندك جي في اس، عندك اي اي اي، عندك انتيرا، عندك ليتور، عندك بي اس. في مجموعه كبيره جدا من البراندات اللي شغاله، تقريبا اكتر من 500 مصنع للكي ان اكس على مستوى العالم. كل ده انت لو جبت براند من اكس على براند من واي على براند من زد هيقدروا يشتغلوا مع بعضيهم، مفيش فيها ادنى مشكله خالص، لان هم كلهم شغالين الاوبن سورس او البروتوكول الاوبن سورس اللي هو الكي ان اكس. طيب لو انت عايز تشتغل في الكي ان اكس، ايه هي الشركات اللي ممكن تشتغل فيها؟ وفي الحقيقه ده السؤال رقم 6 معانا. انا مش هذكر لك اسماء شركات معينه انت ممكن تشتغل فيها، ولكن انا هشرح لك التسلسل الهرمي اللي الشركات بتبقى متبعاه. يعني لو انت عايز تدور على فرصه تبقى فاهم الفرق ما بين السيستم انتجريتور، ما بين المين ديستريبيوتور، ما بين المانيفاكتورر. اول حاجه معانا هو المانيفاكتورر. فاكر انت البراندات اللي انا ذكرتها لك في السؤال رقم 5 معانا اللي هي هاجر، شنايدر، اي بي بي وهكذا؟ الشركات دي بتبقى الشركات المصنعه للاجهزه نفسها، والشركات دي بيبقى موجوده في المقرات الرئيسيه بتاعتها في الدول. يعني مثلا ممكن شنايدر، اي بي بي، هيجر ليها مقرات في المانيا وليها مقرات في فرنسا، فدي الشركات المانيفاكتورال. بعديها او تحتيها بيكون في البراند ده بيكون ليه مكتب رئيسي في كل دوله. مثلا عندك كل دولة مثلا زي مصر، السعودية، الامارات وهكذا، بيبقى كل شركة من الشركات دول بيبقى ليها مين ديستريبيوتر مسؤول عن التنظيم بتاع الشغل بتاعها داخل هذه البلد. يعني ده بيبقى اسمه المين ديستريبيوتر. تحت كل مين ديستريبيوتر في بقى في مجموعة من الشركات اسمها السيستم انتجريتور. والسيستم انتجريتور ده بيبقى ممكن مثلا كل براند تحتيه حوالي مثلا 5 6 7 من السيستم انتجريتورز مسؤولين ان هم يغطوا البلد بالكامل. السيستم انتجريتور دي بتبقى شركات تبع الاشخاص معينه، وبيروح يتواصل مع المين ديستريبيوتر ان هو عايز يبقى سيستم انتجريتور ليهم، فما بيبقاش فيها مشكله، اتفضل تبقى سيستم انتجريتور. عندك مثلا مشاريع معينه بتبعت لهم ان انت محتاج اعداد قد كذا من الديفايسز دي، والديفايسز دي هم بيتواصلوا مع المانيفاكتور، والمانيفاكتور بيبعتها لك من خلال المين ديستريبيوتر، والمين ديستريبيوتر يبتدي يوزعها بالتالي على السيستم انتجريتور. فبالتالي السيستم انتجريتور ممكن يبقى عدد لا نهائي من الشركات اللي شغاله تحت مين ديستريبيوتر واحد. ممكن تبقى في مين ديستريبيوتر سوري سيستم انتجريتور يبقى شغال في اكتر من براند، ده عادي جدا. ممكن يبقى شغال في براند كي ان اكس مثلا من شركه معينه، وشغال في براند برضو وايرلس من شركه تانية، فدي ما بقاش فيها مشكله خالص. يعني ممكن السيستم انتجريتور يبقى شغال في اكتر من حاجه. كمان السيستم انتجريتور من خلال اسمه كده هو شركه بتقدم لك مجموعه من الحلول، فما بتبقاش حصريا فقط او شغلها فقط في السمارت، لا ممكن يبقى ليها حاجات ليها علاقه شغل كمان ليها علاقه بكاميرات المراقبه، شغل ليه علاقه بالانتركام، شغل ليه علاقه بالاكسس كنترول، اي حاجه ليها علاقه باللايت كارنت او نظام اللايت كارنت ممكن الشركات السيستم انتجريتور دي تقدمها لك. على عكس كده الشركات المين ديستريبيوتر بتبقى هي حصري لحاجه معينه واحده فقط. اخيرا وليس اخيرا، الواحد تعب جدا في تصوير واعداد الفيديو ده، اتمنى ان هو ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا رايكم في الكومنتات، لان ده بيساعدنا ان احنا نتحسن من مستوى الفيديوهات بتاعتنا والمحتوى بتاعنا. وتنسوش تتابعونا على اللينكات بتاعتنا اللي موجوده في الديسكريبشن. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. سلام.